عارفين داك المثل اللي كنا كنغنيو كاملين؟ انا ماني فياش اواش عليا مني، نقلق ما رزقيلاش والخلق يرزقني. انا براسي ما كنتش عارف المعاني تاع هاد الكلمات حتى لقيتها في هاد الكتاب وجيت اليوم نشاركها معكم. هذه قصه تاع واحد النقاش سميتو بهلول، خدمته انه كينقش على الجوار، الا خدم كيدخل طرف تاع الخبز، والا ما خدمش الله يكري. واحد النهار ما صور والو ويرجع للدار وهو يلقى مراتو قالت لها شنو بي اليوم، هو يجاوبها بكل برودة قال ليه انا ماني فياش اواش عليا مني، نقلق من رزقيلاش والخالق يرزقني. وهي طبيعة الحال ما صدقاتوش، قالت ليه واش كضحك عليا؟ هو يجاوبها قال خرجت قلبت سعيد دقيت جميع البيبان ما كاين والو، ولكن الله كاين. قبل كاع ما يكمل كلامه هو يدق برسول تاع السلطان، قال لها السي بهلول مرت السلطان ولدات صيفطني عندك باش تقشت هاد الجوهره هادي باش يعطيها مراتو هديه. ويفرح السي بهلول وقال مراتو ها ربي جا وفرج علينا، ولكن الدنيا ما كتمشيش كما بغينا. هو اللي خدم في ديك الدياموندا هو يقيس فيها واحد البلاصه حساسه، هو يقسم والديه على جوج، وهو يتناقص مراتو قال لي اليوم تقطع على والديك الراس، كنا ما لقينا ما ناكلو ودابا خسرتي هديه ديال مولاي السلطان. طب حاستي قضيه بهلول في الله سبحانه وتعالى كبيره، ويقول لمراتو حسبي الله ونعم الوكيل مدبر امري هو الله. قبل ما يكمل هضرته وما يسمع الدقه في الباب كان الرقاص ديال السلطان رجع وقال ليه السي بهلول قال لك السلطان يا ربي ما قسمنا ديك الجوهره على جوج، راه السلطانه ديالنا ولدات ليه التواب. هو يفرح السي بهلول وقال كم من مره بت في كربة كاد الرضيع لا انيشيب، فما اصبح الصباح حتى أتى من عند الله نصر وفتح قريب. اللي كتعني خليك دائما متوكل على الله، راه مدبر أمور السماء هو مدبر أمرك أيضا. طبيعة الحال إلا عجبتك القصة دير لايك وبارطاجي الفيديو وتابعوني لمزيد من القصص بحال هادي. نشوفكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم.